السيسي كشف فساد مرتضى منصور، ما تتخضوش من العنوان. ايه ده على الكلام الكبير ده؟ أقول لكم ما تتخضوش من العنوان. السيسي اقصد طبعا مش الرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي، لا انا بتكلم السيسي ده زميلنا الاعلامي الاستاذ علي السيسي، ده كان صحفي مخضرم وكبير، ده كان واحد قريب جدا من المستشار مرتضى منصور لسنوات طويله جدا، وكان حبيبه وبيطلع دافع عنه ودافع عنه. لكن علي السيسي زيه كل الناس اللي اول ما مرتضى منصور مشي هات السكينه واذبح في مرتضى لا منصور. لا 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 انا مختلف معاك والله مش انا بقول لك لا أنا بقول لك هو الاستاذ علي السيسي اي احقاقا للحق هو اختلف مع المستشار مرتضى منصور اثناء توليه المهمه. بس مش ده كلام مش صعب جدا يعني يا اخوانا. هو مختلف معاه اثناء وكان في قرار من المستشار مرتضى منصور بايقاف عضويته. فهو مختلف معاه من الاول، مش لما وقع شد السكينه، لا مش صحيح. لا بس انا عمرو كلام صعب جدا طبعا في كلام طبعا ممنوع صعب. انا بصراحه انا صعبت لما الكلام ده اتسرب او اتنشر، لان المفروض كان الكلام ده في كلام سياسه كتير خطير جدا، لكن هو قال وصف ان هو اللي كان مسؤول عن قتل جماهير الزمالك، حرب الجماهير وسجنهم وسال مصر، وقال لك ان ده كان طاعون في نادي الزمالك، وقال لك ان فرغ فريق الكره من نجومه وكان فيه عمولات والكلام ده كله ده يعني، وقال لك ابنه حصل على عمولات كتيره جدا ومشى اشرف بن شرقي وقبضه ورفض تجربه حامد، يعني كلام كتير جدا. فطبعا علي السيسي طبعا مش عارف يعني خد حقوق الشجاعه بس بعد رحيل مرتضى منصور. لا هو بيهاجمه من ايام ما كان موجود، بس انا عايز اقول ان الكلام ده كله حتى مردود عليه، ان اي حد بياخد عمولات والكلام ده، عشان الكلام ده بيتقال كتير يعني. موضوع العمولات ده هتمسكه ازاي؟ يعني انا هعرف ازاي ان ده خد عمولات؟ حتى لو عارف همسكه ازاي؟ يعني ما فيش ادله ماديه على الكلام. لا في ناس بتعرف. لا ممكن اعرف، بس الادله الماديه الطرف الثاني او اللاعب الكره نفسه بيقول انا عموما عايز اطوي صفحه المشاكل دي، مش عايزين نخلص منها في نادي الزمالك، والناس تفكر في المستقبل، لان المستقبل هو الاهم. فالمستقبل مع الناس تحضر الانتخابات وتقول رايها بصراحه، وتنتخب اللي هي عايزاه بصراحه، وتنتخب مجلس قوي قادر على اداره نادي الزمالك الفتره الجايه، وتبعد عن الطعون والمشاكل والازمات، لان دي اللي رجعت نادي الزمالك 20 سنه لورا. ان شاء الله سبب ازمات نادي الزمالك الطعون والمشاكل والدخول في المحاكم. ان شاء الله يرجع سكران نادي الزمالك تاني، وان شاء الله تستمر بسيمفونيات النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي. وبشكر جدا اصدقائنا المتفاعلين معانا. انا اسف جدا. خليك انت في الطاعون، خلينا بس احنا انت خليك في الطاعون. سيمفونيات كسب وادي دجله يقول لك سيمفونيه. وادي دجله هبط. اي حاجه يعني.